فأحدثكم أيضا عن قصة حدثنا بها أحد الدعاة الأخيار، أنه كان مرة في إحدى دول الخليج فقابل رجلا من السحرة، فدار بينهما حديث، فقال له الداعية: أخبرني بشيء مما جرى لك. قال: أنا الآن عرفت أنك من الدعاة، فسأخبرك بشيء ينفعك. قال: أخبرني. قال: كنت ذات مرة في مهرجان، وكنت في ذلك المهرجان أطعن نفسي بالسكاكين وأخرج السكاكين من بطني أمام أعين الناس، وهم يرون السكاكين تدخل في بطني وتخرج ولا تؤثر علي شيئا، وكان هذا من سحرنا الذي نسحر به أعين الناس. قال: فبينما أنا على ذلك والناس مدهوشون، إذ دخل من بينهم شاب، فلما رآني قال: لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقرأها كأني أراه. قال: فطعنت نفسي فإذا بها تمزق أحشائي، وإذا بالسكين تنفذ إلى بطني، وإذا بالدم يتفجر مني حقيقة وأسقط أمام أعين الناس، فيجتمع الناس حولي ويستدعى الإسعاف، وأذهب إلى المستشفى وأدخل في عمليات كثيرة متوالية لترقيع ما وقع من الشقوق في بطني. قال: فجاءني الجن فسببتهم ولعنتهم وقلت: أين أنتم؟ ماذا فعلتم بي؟ تركتموني حتى دخلت السكاكين في بطني. قالوا: يا هذا ما تدري ما الذي حصل؟ قلت: وما الذي حصل؟ قالوا: لما دخل فلان وسموه لي باسمه قرأ آية الكرسي فما بقي أحد منا في ذلك المهرجان، هربنا جميعا من هذه الآية العظيمة، فوقع لك الذي وقع. قلت: والآن والله لا أرضى عنكم ولا أعود للعمل معكم حتى تنتقموا لي من هذا الذي فعل بي هذه الفعلة. قالوا: هذا أمر إلينا والله لنرضينك. قال: فذهبوا أسبوعين كاملين ثم عادوا إلي، فقلت: بشروني، ماذا صنعتم به؟ هذا الذي فعل بي ما فعل. قالوا: والله لا بد أن ننتظر، نحتاج إلى وقت حتى نمزقه ونسحقه لك سحقا. قال: فبقوا شهرا ثم جاءوا، فقلت: ماذا صنعتم؟ قالوا: انتظر. واستمروا على ذلك 6 أشهر وأنا أعالج في المستشفى، وهم يترددون علي ويأتون إلي ويقولون: يا فلان لم نستطع أن نصل إلى هذا الرجل. قلت: ولما؟ قالوا: هذا الرجل يصلي في اليوم 5 صلوات ويقرأ بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله لقد دخلنا إلى بيته وأخذنا أجزاء من ثيابه وأردنا أن نصنع له السحر، فما نفع سحرنا ولا استطعنا أن نضره بشيء، فما نفع سحرنا ولا استطعنا أن نضره بشيء. انظروا يا إخواني إلى أن الصلاة وقراءة آية الكرسي معها أو في دبرها منفعة للمسلم ومدرأة للخطر عنه. إننا أيها الأحبة أمام نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله عليها. إنها هذه الصلاة التي يحفظنا الله بها من شرور كثيرة، وما يأتي أو ما تأتي هذه الشرور وهذه البلايا التي تحل بكثير من بيوتنا إلا بسبب تفريطنا بما آتانا الله وما أنزل علينا من نعمه علينا، ومن أعظمها وأجلها وأرفعها قدرا هذه الصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله بين عباده، فمستقل ومستكثر. فمن الناس من يستقل منها ومن الناس من يكثر منها، فأكثر منها.